السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا باشمهندسين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده يا شباب عايزين نتكلم عن اهم حاجتين اتنين انت هتستخدمهم ان شاء الله في المشاريع بتاعتك، اللي هي السيلكت والديتا ليست. طيب ماشي، احنا كاتبين مبدئيا كده الداتا ليست غلط، فاحنا هنبدل الاي مكان ال. الداتا ليست ده او السلكت دلوقتي هما ايه الفرق ما بينهم، او هما ايه السلكت الاول كده. السلكت دلوقتي لو انت مثلا بتسجل في موقع، مثلا عايز تحجز كورسات، عايز مثلا انك انت بتسجل تبع موقع الوزارة، فبيطلب منك باختصار الدولة بتاعتك، فبيعمل لك دروب داون ليست كده او سيلكشن كبير كده، بتختار منه الدولة بتاعتك. تمام كده؟ تمام. او انك انت مثلا بتعمل مجموعة كورسات، فبيجي لك الكورسات اللي الموقع ده بيقدمها، فبيجيبها لك في اللي هو الدروب داون ليست او السلكشن ليست. طيب ماشي. طيب الكلام ده بيتعمل ازاي؟ باختصار جدا بتكتب select، تمام، وبتعمل النيم والاي دي بتاعك. مثلا النيم مثلا خليه سيل، والاي دي نفس الكلام، عشان خاطر نعمل دلوقتي ليبل، فنعمل ليبل مثلا صغير، والفور بتاعه هيبقى سيل عشان خاطر نربطه بالسلكت، والليبل هيبقى مثلا choose the programming language مثلا. اختار لغة البرمجة بتاعتك، وفي البداية السلكت زي ما انت حضرتك شايف قدامك فاضي. طب ازاي بقى هنخليه مش فاضي؟ طيب اولا كده هنخش جوه السلكت وهنعمل حاجه اسمها الاوبشن. طيب الاوبشن ده بيبقى بيحتوي على حاجه اسمها الفاليو. الفاليو ده ايه؟ الفاليو ده هو القيمه اللي انت هتبعتها مع الاختيار بتاعك. طيب انا دلوقتي مثلا عايز اخلي اليوزر يختار مثلا لغات برمجه زي مثلا ايه، زي مثلا بايثون، لغات زي بايثون، وزي مثلا حاجه زي بي اتش بي، وحاجه زي جافا سكريبت جي اس، وحاجه زي مثلا دارت، حاجه زي مثلا سي بلس بلس، وسي شارب مثلا. خلاص. طيب اللغات دي لغات برمجه، فانا محتاج مثلا الموقع بيقدم اللغات دي، فهو هيختار اللغات البرمجه دي. مثلا هو اختار جي اس، تمام، ان هو عايز يتعلم جي اس، فبالتالي لما يجي يعمل سبميت، فانت شايف قدامك ان السيل بتساوي ايه؟ بتساوي فاضي، فهو محتاج منك ايه؟ محتاج منك الفاليو. طيب انا دلوقتي محتاج الفاليو. واحد يقول لي مثلا انا هعمل فاليو 1 وفاليو 2 وهكذا، واحد تاني يقول لك لا يا باشا، انا مش عايز اعمل ولا فاليو 1 ولا فاليو 2 ولا فاليو 3 ولا الكلام الفارغ ده هو كله. انا هاخد القيمه اللي هو اختارها واحطها جوه الفاليو وخلاص، واريح دماغي، لان كده كده القيمه ديت هتكون ايه؟ هتكون يونيك، فريده من نوعها. تمام كده؟ هو كده كده اللي اختاره هو اللي هيتبعت مع الداتا، سواء سي او سي بلس بلس او هكذا. تمام تمام. تعال نشوف بقى كده، تعال نشوف. هو دلوقتي اختار مثلا حاجه زي، هنختار مثلا حاجه زي مثلا دارت، عايز يتعلم دارت، فهنبعت له سبميت، فقال لي ايه؟ قال لي السيل دارت. تمام كده؟ تمام. طيب ماشي. طب دلوقتي احنا محتاجين ان احنا مثلا نقسم اللغات البرمجه دي، ايه اللي مثلا ممكن نتعلمه للمجال الموبايل، وايه اللي ممكن نتعلمه لمجال الويب ديفلوبمنت، وايه اللي ممكن نتعلمه لمجال الالعاب والسوفت وير والحاجات دي كلها. طيب فالحاجات دي ممكن نعملها ازاي؟ ممكن نعملها عن طريق حاجه اسمها الاوبت جروب. طيب الاوبت جروب ده هو ايه؟ الاوبت جروب باختصار جدا انك انت بتعمل ليبل، بتقول له فيها ده ايه، ده عباره عن ايه، السلكشن او الاوبشنز اللي انت تختارها دي عباره عن ايه. فمثلا هعمل له ليبل، هسمي الليبل ده مثلا وليكن ويب ديفلوبمنت، ويب ديف مثلا، اللي هو الويب ديفلوبمنت. تمام كده؟ تمام. طيب حلو قوي. مين اللغات اللي ممكن تشتغل مع الويب؟ مثلا ممكن بي اتش بي. تمام كده. هنقول له برضو الاوبشنز عادي خالص بي اتش بي، ونقول له تعالى بس ناخدها كنترول اكس عشان خاطر ما نرجعش تاني ليها. بي اتش بي. وممكن نقول له مثلا برضو جافا سكريبت، ونحط في الاوبشن اللي بعده جافا سكريبت. وبرضو بايثون بتشتغل طبعا في الباك اند في الويب ديفلوبمنت. ومين تاني؟ وشكرا على كده. تمام كده. تعالى بس نعمل فورمات للدوكيومنت، ونعمل الاوبشن الثاني او السلكشن الثاني اللي هو بتاعت الاوبشنز الثانيه، اللي هو مثلا وليكن موبايل. تمام. موبايل ديفلوبمنت، موبايل ديفلوبمنت. فمين اللي بيشتغل في الموبايل ديفلوبمنت؟ مثلا دارت،
تمام. تعالى بس نشيل الاوبشنز دي كلها ونحط مثلا حاجه زي دارت. فاحنا هنحط حاجه زي ايه؟ زي دارت تشتغل في الموبايل، تمام، متعرف عليها. ونزود لها حاجه مثلا زي مين تاني برضو، حاجه مثلا زي فلاتر مثلا، اللي هو الفريم ورك بتاعها فلاتر. فنختار هنا برضو فلاتر، تمام. وايه تاني؟ ونختار برضو هنا، وممكن مثلا نحط حاجه زي كوتلين مثلا، كوتلين، تمام. ونحط هنا برضو كوتلين، تمام كده، تمام. ده الخاص بمين؟ بالويب، وده خاص بمش عارف ايه. طب دول خاص بمين؟ ممكن مثلا نحط ان هم خاصين بالسوفت وير ديفلوبمنت وخلاص، في العموم يعني سوفت وير ديفلوبمنت اهو، سوفت وير ديفلوبمنت، تمام كده. ونحط كل اللغات دي اللي هم الثلاث لغات الباقيين، اللي هو السي والسي بلس بلس. وبالمناسبه السي شارب بتشتغل في الباك اند، فاحنا ممكن نحطها برضو في الباك اند عادي، فخلاص يلا مش مشكله. فاحنا نحطهم وخلاص في السوفت وير ديفلوبمنت وخلاص، تمام تمام. طيب تعالى بقى نشوف الكلام ده هوت. فهو قدامك ايه؟ ويب ديفلوبمنت اللي هو بي اتش بي وجي اس وبايثون، موبايل ديف دارت فلاتر كوتلين، والسوفت وير ديفلوبمنت اللي هو زي السي والسي بلس بلس والسي شارب، تمام كده. طيب انت دلوقتي انت هتختار وتبعت الداتا على طول، تمام كده، تمام. طيب هل ممكن لما يجي يفتح الموقع لاول مره، يعني انا عملت ريفرش مثلا، تمام، هل ممكن ان انا يفتح مثلا الموقع على الحاجه اللي انا اخترتها، مثلا حاجه زي جافا سكريبت بايثون اي حاجه؟ فممكن مثلا اعمل هنا كده سيلكت، حاجه اسمها سيلكتد لما يجي يفتح الموقع، بص كده يا صاحبي، فتحها على مين؟ فتحها على بايثون، تمام كده، تمام. طيب ده ليه؟ ده لانك انت بعد كده لما تيجي تختار الحاجات اللي من اولوياتك وتيجي تفتح الموقع تاني، فهو مثلا مش هيجيب لك حاجه زي بي اتش بي اللي هو اول لغه، لا، يجيب لك الحاجه اللي انت اخترتها قبل كده. طيب انا ممكن اختار اكتر من حاجه، طبعا ممكن تختار اكتر من حاجه، اللي هو عن طريق حاجه اسمها المالتيبل. تيجي هنا عند السلكت وتختار حاجه اسمها المالتيبل. المالتيبل هيخليك انك انت تختار اكتر من حاجه، عن طريق انك انت تضغط على حاجه وتعمل كنترول وتختار اكتر من حاجه، تمام كده يا صاحبي، وتعمل سبميت. فانت لما تيجي تبص كده اهو، اخترت ان هو السيل بي اتش بي والسيل جافا سكريبت والسيل بايثون، تمام كده يا صاحبي، تمام. فانت ممكن تختار اكتر من حاجه عن طريق الايه؟ المالتيبل. طب عشان خاطر ما نطولش، تعالى بسرعه كده نعمل كومنت بسيط على السلكت ونقول له خلاص كده سلكت انت، خلاص شرحناك والحمد لله. طيب دلوقتي احنا محتاجين نشرح ايه تاني؟ محتاجين ان احنا نشرح الايه اللي هو الداتا ليست. طيب الداتا ليست ده ايه؟ هو انبوت عادي خالص، تمام، ولكن ملهوش تايب. يعني احنا مش محتاجين ان احنا نكتب التايب بتاعه، احنا محتاجين بس نكتب حاجه اسمها الليست، وبنكتب الحاجه بتاعتها اللي هو النوع بتاعها، اللي نربط حاجه شكل الفور كده في الليبل، تمام. نقول له مثلا بروجرامنج، حاجه شكل البروجرامنج، وعايز تعمل اي دي عشان خاطر الليبل مثلا، تمام. تعالى نعمل اي دي ونقول له مثلا بروج، او النيم، او ايا كان ايه الحاجه اللي انت عايز تعملها. تعالى نعمل الليبل ونقول له هنا البروج، تمام. وتعالى نقول له هنا مثلا ايه اللي هو الكلمه اللي احنا عملناها، اللي هي تشوز مش عارف ايه الحاجات دي كلها. تعالى ناخد الكلمه دي كوبي، تمام، وننزل تحت، خدناها كنترول سي، نحطها هنا كنترول في، تمام كده يا صاحبي، تمام. طيب ايه اللي بقى اللي خلينا نشتغل بقى؟ حاجه اسمها الايه؟ الداتا ليست، حاجه اسمها داتا ليست، تمام. الداتا ليست دهيت اهوت زي ما انت شايف قدامك، هيعمل ايه؟ اختار الحاجه اللي انت عايزها. طيب الداتا ليست دلوقتي انا عايز اعمل ايه دلوقتي؟ ان انا هعمل اوبشن، تمام، برضو نفس الكلام، ولكن ملهاش كلوزنج تاج، هي سيلف كلوزنج تاج. يعني هشيل الكلوزنج تاج بتاعتها واحط الفاليو عادي خالص، اللي هو اللي انا عايزه، اللي هو مثلا بايثون. وممكن اختار برضو بي اتش بي، تمام. ممكن اختار جي اس، تمام. ممكن اختار دارت، خلاص، تمام كده. فحاجات كتير جدا. طيب شكلها عامل ازاي بقى يا صاحبي؟ بص كده يا صاحبي، انك انت اخترت الحاجه بتاعتك. طيب ده الاوبشنز. طب انا ازاي هربطها؟ عن طريق حاجه اسمها ايه؟ انا هربطها سوري يا باشا، احنا المفروض نربطه بالاي دي، تمام. والاي دي بتاع الداتا ليست بيكون نفس كلمه الليست دي، تمام. يعني ما تاخدش الاي دي ده، وانت ممكن تبدل الاي دي اصلا دوت بالنيم عادي، يعني مش فارقه. فانت هتعمل الاي دي بنفس كلمه الليست.
فانت لو لاحظ هتلاقي ايه السهم اللي تحت اهو، فهيختار لك مين، بايثون ولا بي اتش بي ولا هكذا، وهتبعت الداتا عادي خالص. طب ايه الميزه ما بينها وما بين السلكت؟ انك انت لو كتبت اي حرف، مثلا حرف الجي، فهيجيب لك الايه الجي اس، لو كتبت مثلا حرف البي فهيجيب لك بايثون، تمام، كتبت حرف الاتش فهيجيب لك الحاجات اللي فيها حرف الاتش. فالفرق ما بين السلكت والداتا ليست انك انت بتعرف تسرش في الداتا ليست. تمام يا صاحبي؟ تمام. كده احنا خلصنا يا صاحبي، ورب الدرس يكون عجبك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.